السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا في جافا سكريبت، هو السكوب. السكوب معناه النطاق او المكان اللي تقدر تستخدم فيه الكود بتاعك، سواء بقى كان متغير او فانكشن. يعني ممكن تكتب متغير او فانكشن في مكان وتلاقيه مش متشاف او مش متاح في مكان تاني، وده بقى بيرجع للسكوب. علشان كده هنتعرف مع بعض على انواع السكوب وازاي بيتعامل مع المتغيرات ومع الفانكشن كمان. والسكوب في جافا سكريبت بيتقسم لنوعين اساسيين. اول حاجة جلوبال سكوب، يعني عام، اي كود بيتكتب بره اي فانكشن او بلوك. ولما اقول هنا بلوك يبقى اقصد اي حاجة بين الاقواس الكيرلي براكتس اللي هي زي الاف والفور او اي كود محطوط بينهم، بيكون متاح في اي مكان في البرنامج. اللوكال سكوب يعني محلي، وده بيكون جوه فانكشن او بلوك، وساعتها الكود ده مش بيتشاف غير جوه نفس المكان اللي اتكتب فيه. تعالوا بقى نشرح كل واحد. بصوا يا جماعة، لما نعمل فانكشن زي كده، الاقواس الكيرلي براكتس اللي جوه الفانكشن دي اسمها بلوك. يعني اي كود بيتكتب جوه الاقواس دي بيكون لوكال سكوب، مش بيتشاف براها. اول حاجة انا هعرف متغير var الاكس بيساوي 10 فوق خالص برا اي فانكشن او بلوك، يعني دي بتكون global variable، يعني متاحة لكل كود في الملف ده. بعد كده هقوله لوجيل الاكس، هيطبع 10 لان المتغير موجود ومتعرف في نفس النطاق الجلوبال. يعني بقى لو قلتله لوجيل الاكس دي جوه الفانكشن، جوه بقى الفانكشن دي مفيش تعريف محلي للاكس. لما الفانكشن تتنفذ، المحرك جافا سكريبت انجن بيدور على الاكس في النطاق المحلي الاول، مش لاقيها فبيطلع يدور في النطاق اللي بره اللي هو الجلوبال، ولما يلاقي الاكس بيساوي 10 هيطبعه. عشان كده طبع 10، ودي حاجة اسمها سكوب شين او تسلسل النطاقات. مش لاقي المتغير جواه يدور برا لحد ما يلاقي او يدي خطأ لو مش لاقيه في اي مكان. بعد كده بقوله بعد الفانكشن لوجيل الاكس وهيطبع 10 لانه في الجلوبال. بعد ما شفنا ان المتغير لو اتعرف فوق خالص بيكون جلوبال ومتاح في اي مكان، تعال بقى نجرب نعرف متغير جوه الفانكشن. لو جيت اكتب تحت الفانكشن لوجيل الاكس هيطلع لي error x is not defined. طيب ليه؟ لان المتغير ده اتعرف لوكال جوه البلاك بتاع الفانكشن، والنطاق بتاعه محصور جواها بس. يعني اي كود برا الفانكشن مش شايف المتغير ده ومش يقدر يستخدمه. هنا كود اشتغل وطبع لي 10 لان الكونسول موجود جوه نفس البلاك اللي فيه المتغير، بالتالي شايفه ومتعامل معاه جدا. احنا قلنا ان اي متغير يتكتب جوه الفانكشن يبقى لوكال، بس مش الفانكشن بس، اي حاجة ليها بلاك بين الكيرلي براكت زي الاف الفور وايرد واير، كل دول برضو ليهم لوكال سكوب خاص بيهم. يعني لو عرفت متغير جوه الاقواس اللي هي الكيرلي براكت بتاعة الاف او الفور، المتغير ده مش هيتشاف غير جوه نفس البلوك. وكده انا عملت لوب بالفور، هنا طبعلي 10 عادي جدا. طب ازاي؟ مش انت يا باشمهندسة بتقولي ان اي حاجة بين الاقواس الكيرلي براكتس دي اسمها بلوك؟ المفروض المتغير يبقى محلي لوكال جواها بس. ايوه صح، بس خدوا بالكم var مش بيتعامل مع البلوك. يعني الاقواس الكيرلي براكتس دي بتاعة الفور والاف مش فارق معاه، هو بيتعامل على انه function scope بس. يعني لو ما فيش function المتغير بيطلع برا وكأنه جلوبال، وعشان كده طبع لي 10 برا اللوب. طيب تعالوا نغير كلمة var ونخليها let. هنا جاب لي ايرور بيقول I is not defined. ليه؟ لان let مختلف عن الvar، هو بيحترم البلاك. يعني المتغير I متاح بس جوه الاقواس الكيرلي براكتس بتاع الفور، اول ما تخرج برا الاقواس خلاص المتغير مش موجود. لكن مع var لا، var مش بيفهم موضوع البلاك اصلا، هو بيشوف بس الفانكشن. فعشان كده لما عملنا var كان بيتباع لي 10 برا. طيب ايه السبب اللي بيخلي الفار يبان غريب شوية؟ لان بيعمل حاجة اسمها هيوستن. يعني ايه؟ يعني وهو بيشغل الكود جافا سكريبت بيعمل اعلان للمتغير ده ديكلاريشن لفوق قبل ما الكود يشتغل، وعشان كده لما نطبع متغير بفار قبل ما نديه قيمة بيطبع undefined وما يعملش ايرور. لكن مع let لا، let مش بيسمح لك تستخدم المتغير قبل تعريفه. يعني لو جيت اطبع المتغير قبل ما اكتبه هيديني ايرور على طول. تعالوا كده نجرب نكتب كود كده. هنا بقى ايه اللي هيحصل؟ جافا سكريبت هيديني ايرور. ليه بقى؟ لان اللت مش بيسمح لك تعرف متغير بنفس الاسم اكتر من مرة في نفس السكوب. يعني لو عندك متغير كاونت في نفس المكان خلاص ما ينفعش تكتب let كاونت تاني. لكن مع الفار الموضوع مختلف، هنا الكود هيشتغل عادي جدا وهيطبع 10 لان الفار بيسمح بإعادة التعريف في نفس السكوب وبيعتبره كأنك غيرت القيمة خلاص. بصوا كده،
احنا لما بنكتب فانكشن عادية بنحتاج نعرفها الأول وبعدين ننادي عليها. طيب في نوع تاني اسمه IIFE، وده دالة بقى بتتكتب وكمان بنستدعيها في نفس اللحظة. حطينا الدالة بين أقواس عادية عشان جافا سكريبت يفهم انها اكسبريشن مش مجرد تعريف. على طول بعد القوس كتبنا الأقواس العادية يعني شغالة فورا. النتيجة بقى أول ما الكود يتنفذ الدالة بتشتغل من نفسها. طيب احنا ليه بنعمل كده؟ الميزة الكبيرة لل IIFE انها بتعمل سكوب خاص بيها، اي متغير جواها مش هيبان لبره، وده كان مهم جدا زمان قبل ما يطلع عندنا let والconst. الدالة IIFE دي معناها دالة بتتنفذ في نفس اللحظة اللي اتكتبت فيها. اول حاجة بنفتح الاقواس العادية عشان جافا سكريبت تفهم ان دي expression مش declaration. بعد كده على طول كتبنا الأقواس التانية ودي معناها نفذ الدالة دي فورا. طيب ليه مش بنكتب اسمها؟ احنا هنا مش محتاجين اسم للدالة لاننا مش هنناديها تاني، هي معمولة تتنفذ مرة واحدة وخلاص، عشان كده بتبقى anonymous function، دالة من غير اسم. الطريقة دي بتستخدمها لو انت عاوز كود يشتغل مرة واحدة بس وما يسيبش متغيرات بايظة في السكوب بتاعنا. احنا جوه ال IIFE عرفنا function اسمها x. الفانكشن دي متاحة جوه السكوب بتاع ال IIFE بس، يعني اول ما ال IIFE يخلص كل اللي جواه بيتقفل ومبقاش موجود بره. عشان كده لما جينا ننادي على الاكس بره جافا سكريبت مش لاقي حاجه اسمها اكس فبيديني ايرور. ولو انا ناديت على الفانكشن دي جوه ال IIFE الكود هيشتغل، ولو كتبنا مثلا كونسول يطبع لي الواحد هيطبعه. المثال الجاي ده مهم جدا، ركزوا معايا. تفتكروا الكود ده هيطبع ايه؟ واحد ولا صفر ولا ايرور؟ في الكود ده في فانكشن واي بترجع واحد، بعدها على طول ريتيرن واي، يبقى كده الكود لازم يرجع واحد. المفاجأة بقى ان جافا سكريبت قبل ما تبدأ تنفذ الكود بتعمل حاجة اسمها هيستن، كل تعريفات الفانكشن وتطلعها لفوق. لقيت اتنين بنفس الاسم زي الواي هنا، اخر تعريف بيوفر رايت يعني بيغطي على الاول. يعني اللي بيحصل اول ما نعمل كونسول لوج الاكس، اكس هتتنفذ جواها ريتيرن الواي، هتنفذ اخر نسخة من الواي، والنسخة الأخيرة من الواي بترجع صفر، فالأول بوت النهائي هيرجع صفر. كده نكون خلصنا، اتمنى تكونوا استفدتم كتير واشوفكم في فيديوهات جاية ان شاء الله. سلام.